طبعا انا كبورسعيدي مش موافق على اللي بيحصل. بلدنا بلد طول عمرها ناسها مسالمين، يعني ما فيش منهم اي مشاكل ولا ضرر. فطبعا اللي حصل ده بيخدم النظام القديم مش اكتر. المستفيد بالموضوع ده النظام القديم. فاحنا قبل ما ندين بلد بكاملها على موضوع ما حصلش فيها، ندين النظام السبب المستفيد في الموضوع ده اساسا. تمام. وعلى فكره هو الموضوع مدبر من اوله وكان بان لما مدير الامن نزل الاستاد وشاف ان في عمليه مريبه في الاستاد، كان المفروض في الوقت ده يلغي مباشره الماتش، مش يسيب الاستاد ويخرج منه. في محافظ بورسعيد، المحافظ ما حضرش الماتش ليه؟ محافظ بورسعيد في عمليه مدبره طول عمرنا واحنا صغيرين بنروح الاستاد. ماتش الاهلي ده طبعا ماتش جماهيري، لازم المحافظ يحضر. المحافظ ما حضرش ليه؟ دي علامه استفهام. ثاني حاجه، انت بتامن الرئيس المخلوع بجيش جرار عشان يروح المحاكمه وبينزل بطياره، لكن جمهور زي قد كام الف ما تحموش. ده برضه علامه استفهام. حاجه ثانيه مهمه جدا بقى، مهمه جدا. انت النهارده عملت انتخابات في كذا محافظه في وقت واحد، مامن الدنيا كلها. ده ماتش مش قادر تامنه؟ منين بتامن الانتخابات ومنين مش عارف تامن ماتش؟ ما كل ده، ما احنا مش هنلغي عقودنا. وعمر ما حصل من بورسعيد. هو علامه الاستفهام الكبيره، هو الجيش كان فين؟ ما هو فتش المستفيد مين؟ ما هو الجيش كان فين؟ المستفيد مين؟ هنقول الداخليه ضعيفه، طب الجيش كان فين؟ طيب بس اللي هو مستلم البلد. بس بيقول لحضرتك ان الجيش كان واقف بره بورسعيد بيقول لكل العربيات اللي داخله بورسعيد ما تخشوش عشان في مشاكل. طب انتوا فين من الاول؟ مستنيين من بره الجمرك تقولوا الكلام ده ولا تحذروا وتعملوا احتياطاتكم من الاول؟ بس الواحد زعلان. يعني انا عايز بس اقول ان البورسعيديه ما يعملوش كده. وبعدين ما فيش. البورسعيديه شعب اصيل، البورسعيديه شعب راجل وعنده كرامه ودافع عن البلد دي ودافع عن البلاد الاخرى. يعني مش هيجي بعد كل ده يمنع حاجه سلبيه بالطريقه دي. مش هنتظلم ايام مبارك وهنتظلم كمان بعد مبارك. ايام مبارك اتظلمنا بسبب موضوع ابو العربي. الراجل رايح بيقدم طلب شقه، الراجل شاكرا ان رئيس الجمهوريه اداله تربه مش شقه. فمش هنتظلم بعد كده كمان يعني. حسبي الله ونعم الوكيل في حسن مبارك والمشير طنطاوي. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هم اللي ورا كل اللي بيحصل في البلد ده، هو اللي وراهم. ما بيحاكموهمش ليه؟ انا عاوز افهم سؤال، ما بيحاكموش الناس دي ليه؟ الناس دي قاعده ليه؟ الناس دي قاعده تخرب ليه؟ ما يحاسبوهم بقى عشان الناس دي ترتاح. ليه بس؟ انا عايز افهم، حد يجاوبنا على السؤال ده، نفسي حد يجاوبنا على السؤال ده. الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟ ما بتتحاكمش ليه؟ مش لاقيين اجابه. عاوزين حد يجاوبنا. مش عارفين اي اجابه ولا شايفين اي خطوه جديده. البلد ما بتتقدمش، البلد بتتاخر. كل ما نقول مثلا الدنيا بدات تمشي وانتخابات مجلس الشعب نزيهه، وبعدين نيجي نبص احداث جديده وناس بتموت. طب ليه؟ ما تحاكموهم، ما تقدموهم عشان نخلص والبلد دي تفوق بقى وترتاح بقى. كفايه حروب وكفايه بقى احتلالات. البلد دي احتلت 30 سنه وقبلها حروب وما فاقتش وما ارتاحتش. مكتوب عليها الذل والهوان، مش هيحصل. وربنا ان شاء الله هينصر البلد دي رغم انفهم باذن الله. ان شاء الله.